السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ وألف مبروك أول 3 نقط لمنتخب مصر في مشوار بطولة أفريقيا. أنا بس عندي كام نقطة كده هنتكلم فيهم سريعا، مش هطول عليك. تعالى بقى نشوف هل فعلا الراجل كان بادئ بداية غلط ولا لأ. لو كان رامي ربيعة اللي بدأ مش حسام عبد المجيد، صدقني برضو كانت الناس هتعترض. ولو كان فتوح اللي بدأ مش محمد حمدي، كانت برضو الناس هتعترض. محمد حمدي يعني الشوط الاولاني الناس كلها كانت بتنتقد ان هو اللي بيلعب مش فتوح. مش عارف ازاي الناس كانت عايزه فتوح اللي يلعب. محمد حمدي راجل اساسي بقاله اكتر من 3 سنين في بيراميدز، الراجل بطل افريقيا. فتوح بعيد قوي يا جماعه، فتوح من ساعه المشكله بتاعته وهو تقريبا ما لعبش اساسي 3 أو 4 ماتشات ورا بعض. فانت ازاي عايزه يجي من الدار للنار حرفيا؟ محمد حمدي عمل اسيست الجون الاول لعمر مرموش بكل سلاسه وبكل بساطه. هو ما يعتبرش اسيست، هو بص الكره لمرموش ومرموش اللي عمل كل حاجه. بس الراجل رجله في الملعب، الراجل رجله في الملعب وبيلعب مع بيراميدز بشكل اساسي. تاني نقطه، الناس معترضه على اداء المنتخب يا جماعه. والله لو حد اتفرج على ال3 ماتشات اللي اتلعبوا مبدئيا كده، منتخب مصر عامل 8 فرص محققه للتسجيل. يعني انت لو كنت اتفرجت على ال3 ماتشات اللي اتلعبوا، سواء ماتش المغرب امبارح او الماتشين اللي اتلعبوا النهارده قبل ماتش منتخب مصر، مش هتلاقي ولا منتخب عمل 8 فرص محققه للتسجيل. منتخب المغرب ال 90 دقيقه عمل فرصتين، عمل فرصتين محققه للتسجيل. ومع ذلك الناس ما طلعتش هجمتهم. لو اتفرجت على ماتش جنوب افريقيا وانجولا اللي هم المنتخبين اللي معاك في المجموعه، هتلاقي ان الفرقتين صفر وصفر في الفرص المحققه للتسجيل. مش هقول لك خش اتفرج على الاستاتس دي في اي ابلكيشن. انت عينك شايف انت في اول ربع ساعه عامل 4 فرص. انا ما شفتهاش في حياتي، يعني انا ما شفتهاش مثلا ممكن من 2010 او من 2009 ان منتخب مصر بيعمل 4 فرص محققه للتسجيل في اول ربع ساعه في الماتش. بعد كده تستقبل جول بخطا فردي من حسام عبد المجيد يخليك سيناريو الماتش يتغير خالص. بس انت اول ربع ساعه دي حرفيا لو كان جون واحد بس جه من ال4 فرص دول، ما كانش زمان الماتش اتصعب عليك بالطريقه ديت. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، تبديله امام عاشور. في ناس كتير جدا بتقول لك انت دمرت اللاعب ونفسيه اللاعب وقضيت على اللاعب. يا جماعه تبديله امام عاشور مختلفه تماما عن تبديله محمد شريف اللي حصلت من كام سنه. ومن ساعتها محمد شريف بقى واحد تاني خالص. امام عاشور النهارده الكاميرا لما جت عليه الراجل قاعد على الدكه بيضحك، لان هو عارف ان هو مش فت ان هو يقدر يلعب 90 دقيقه. كان قرار بدايته ان هو يبدا الماتش ده كان قرار غلط، ان الراجل مش فت ومش جاهز ان هو يبدا اساسي في افريقيا. الراجل راجع من مرض حرفيا كان ممكن ينهي مسيرته. فهو الراجل متقبل الموضوع، الناس متضايقه له وهو نفسه قاعد على الدكه بيضحك ومتقبل الموضوع عادي جدا. واللي اتفرج على الماتش اول ربع ساعه امام عاشور مضيع فرصتين محققه للتسجيل وعامل اكتر من 3 او 4 ميس باص، وفي اماكن ما ينفعش لعيب يفقد فيهم الكوره، خصوصا ان انت بتلاعب فرقه اصلا هي بتلعب على دي، بتلعب على ان هي تحاول توقعك في ميس باص، توقعك في كوره غلط وتيجي عليك بمرتده زي الجون بالظبط. فيا جماعه تبديله امام عاشور طبيعيه جدا. المشكله ان احنا كان معانا مدربين قبل كده لما كان الفريق بيبقى محتاج تبديل في بدايه الماتش، كانت الناس تقول عليه جبان ما بيعملش تبديل في بدايه الماتش، لازم التبديل في الدقيقه 60. طب ما الراجل يا جدعان عمل تبديل في الدقيقه 30 اهوت والدنيا حلوه والمنتخب كسب ولعبنا كوره. انا شايف ان احنا لعبنا ماتش حلو. هتقول لي يا عم دي زيمبابوي، هقول لك والله انا اتفرجت النهارده على ماتش جنوب افريقيا وعلى ماتش انجولا. انت اصلا قدام جنوب افريقيا هيبقى عندك ميزه ان شاء الله، يعني ان جنوب افريقيا مش هتوقف لك الوقفه اللي زيمبابوي كانت واقفاها دي، ومش هتلعبك على المرتدات. بالعكس ده هم فاتحين ملعبهم وهيهاجموك، فيبقى في مساحات لمرموش ولصلاح ولمصطفى محمد ولتريزيجيه وايا كان اللي هيلعبوا، هيبقى في مساحات كتير تقدر تستغلها. فيا جماعه ليه يعني احنا كسبنا والفيسبوك كله بينتقد ليه؟ طيب انا واحد من الناس، هتتفق معايا تختلف معايا، انا شايف ان احنا عملنا ماتش تحفه وحسام حسن عمل ماتش حلو. والراجل يا جدعان حرفيا ما كملش سنه او سنتين الراجل بيتهاجم من طوب الارض، مفيش حد ما بيهاجموش. طب ما اديله الفرصه كامله، يعني نديله ياخد بس الفرصه كامله تمام في البطوله دي وبعد كده نحكم عليه. اول ماتش انا شايف انت عملت ماتش تحفه، 80% ل 20 استحواذ، رقم كبير قوي ما اتعملش في ال3 ماتشات اللي فاتوا. ارجع شوف ماتش المغرب هتلاقي المغرب استحوذت على 65 او 60%. ارجع شوف ماتش انجولا انجولا وجنوب افريقيا نفس الكلام. ارجع شوف ماتش مالي، مفيش فرقه عملت 80%، مفيش فرقه عملت
8 فرص محققه للتسجيل. مفيش فرقه شاطت تقريبا 11 كره اون تارجت او 10 كور اون تارجت، مفيش. بس فده رايي، تتفق معايا تختلف معايا، دي حاجه ترجع لك، بس انا متفائل. وباذن الله باذن الله ماتش جنوب افريقيا انا يعني عندي اعتقاد ان في بس حاجات بسيطه تتصلح. يعني انا شايف برضو ان حمدي فتحي حمدي فتحي ما بدأش يلعب غير لما حسام حسن شاف ان خلاص الزيمبابوي واخده الجبهه الشمال بتاعت محمد حمدي دي، هي اللي بتعمل منها كل حاجه، فرمى حمدي فتحي عليه. لما رمى حمدي فتحي عليه خلاص الجبهه دي اتقفلت والموضوع خلص خالص. لكن اول نص ساعه او الشوط الاول تحديدا حمدي فتحي ما كانش ليه اي دور، كان مروان عطيه الله اكبر يعني عليه، هو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيعمل كل حاجه. ففي شويه اخطاء بسيطه هتتعدل كده كده ان شاء الله. التشكيل متوقع ان ماتش جنوب افريقيا هيبقى بادئ من البدايه بتشكيل صح. اتشاط عليك النهارده كورتين اون تارجت، واحده دخل الجون والتانيه كانت سهله، يعني كانت سهله بس الشناوي كالعاده هو اللي صعبها علينا. فتفائلوا يا جماعه وانا عن نفسي راضي جدا جدا جدا، وكنت متوقع اوحش من كده، فاللي انا شفته النهارده ده بسطني جدا. بس وكان معاكم احمد خالد، واشوفكم ان شاء الله بعد ماتش جنوب افريقيا. السلام عليكم.